ديبو بينفرد مع مؤيد والديبو مر من عبد الباسط في المره الاولى ويحافظ على كرته. الديبو يخادع الجميع، ما بتعرفوا عم تصوتوا، ما بتعرفوا عم يمرر، وهنا الديبو ما زال يحافظ على الكره، يحاول يكسب مخالفه. يعود الكره الى خالد ابو عدي، يمرر الكره الى الامين منذر وخالد يتسلل، خالد داخل المنطقه. خالد ماذا تفعل يا خالد؟ يمرر الكره وتقطع وتعود من جديد، والتسديده من وائل موسى، وما زالت الكره داخل على عتام الذي غاب في المباراه الماضيه في الجوله السادسه بحاله الطرد الذي نال في الجوله الخامسه. هنا كره لاحمد عبيد، هذا اللاعب الشاب المميز يقدم هجمه معده وكره عرضيه. اول اهداف هذا اللقاء، منذر للطوف يباغت الجميع. كثير مميز من احمد عبيد، هذا اللاعب لم ينصفه بصراحه الاعلام، يمرر الكره على طبق بالذهب ساقطه بين دفاعات نادي سرمدا. عمر عساف، الركله الثابته الدقيقه 12، عمر يا المرمى، يا الهي شو عم تعمل مؤيد. الديبو سيسدد ام يعمل كره عاليه، عم يلعب كره عاليه والتسلل. فارس وقبض الخطيب كان مميزا في التصدي لاخطر كرات نادي سرمدا. الكره العاليه وتقطع من عبد الباسط، مره ثانيه يلعبه والامين منذر للطوف، يعرف لم يصل الكره، يعرف وصل الكره وصل الكره، يعرف يعطي الفرحه يا رب الدائم. اول اهداف اللقاء مع اول 17 دقيقه. منزل مر من الثاني والامين، وهذه الكره من خالد ابو عدي. الديبو ركنها الكره خجوله تبعد من دفاعات نادي الجهاد. وهنا الكره مجددا ما بين هنا وهناك، والديبو راح الديبو ما معروف عنك ويعلم لاعبون جميع الفرق عندما يستلم هذا اللاعب دائما ما يسجل من انصاف الفرص. الديبو انس ميز المباراة اليوم بتسجيله هدفا ثانيا انيقا، استحوذ على الكرة من منتصف الملعب وراح وانفرد وصار لوحده امام المرمى الفرج وعلى يمينه. استراحة يعطيها انس ديبو، الركله المباشره، كره عاليه، الديبو دائما يلعب كره عاليه الى الجانب الايسر، وهذه المره الفرج. يا سلام عليك، يا سلام، يا الهي على الكره، لعيب يا لعيب يا الله، الهدف هذا الاساس وهذا البناء للهجمه المميزه، وكانك يا ايوبي قد جهزت هذه الهجمه وهذا التكتيك. الباشا يسدد والخطيب يخطئ مجددا هدفا ثانيا، تعادل. وهذا هو خالد راح من 3 من 4، مرة من ديبو، عدى يا ديبو، راح الديبو ولا ثاني يا خالد يا ديبو. شو بدك تعيد لا تعيد يا عبد الباقي، شو بدك تعيد لا تعيد وجيب الهدف الاول، اعطيه الهدف الثاني. انس وعبد الباسط والى امين راح وعدى على الدخل منطقه الجزاء. عبد الباسط راح لا شيء يقول عفوا المباراه، وعبد الباسط تعمد سقوط هذه المره على الفرق. اول صفر الحكم نعم يوسف بابور يطلق اعزائي المتابعين صوت المباراه. المشكله ايضا اكد من كان الصوت المميز عبد باسط الشريف يعرفان يرفع العساف وهو ديبو. انس يعدي الديبو لوحده شوط الديبو وحارس المرمى محمد الفرج. نادي الجهاد تعدي وهنا كره من الديبو، راح الديبو انس الديبو ركنها الديبو على اليمين، وثاني اهداف الديبو وثالث اهداف الجهاديين. تقدم من جديد لنادي الجهاد مع بدايه صوت
ضمن ايضا نادي الحمص. هناك كرة جديدة، تعود الكرة لا شيء يصلح المباراة وخطأ لحارس المرمى. هنا أعطى أفضلية تعود جديد الكرة، هنا التسديدة يا عمر يا يا سامية خارقة انفجرت في شباك الجهادين. ثالث أهداف سرمدة. تعود إلى عمر يسدد عمر هناك كرة جديد أنس الديبة وكرة عليه وخالد الغدير. سياف تعود الأضياء إنها تزيد ولكن الأضياء الكرة ولا أحلى وهنا كرة مرور الديبو تقطع. تعود الكرة من جديد إلى منزل ولا شيء. ديبو مصطفى وديبو أنس علي بكل هدوء ما فيها يعني يعرض بمر الكرة إلى عمر وتوضيح الحكم يقول هديبو بمر الكرة من أمام الجميع وتذهب إلى عالية وجميلة ورايقة وحلوة. تعمل الكرة عمر يتقدم ومصطفى يا مصطفى. أنس الديبو مر الكرة لعمر إلى التسديدة الحلوة. السلوك كرة عالية من الديبو والرأسية من خالد الغدير. مر الكرة راح وعدى وتقطع من جديد إلى منتصف الميدان. أنس ديبو راح عدى أنس وقف وأنس مشي وراح وعدى الأول والثاني والديبو راح ومر لعمر عمر عرض عرضية وصار شو عم تعمل يا حسام؟ عيد المباراة ويوسف البدر يعلن أعزائي المتابعين عن نهاية أحداث شوط المباراة الثانية والنهائية. تعادل أحبابي الأشقاء الجهاد وصبر. هل فرط الجهاد؟